السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاعنا النهاردة بنتكلم عن الشيخة مهرة وحقيقة انفصالها من زوجها. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة ده لو أول مرة تشوفوني عشان كل الجديد يوصل لكم. أعلنت الشيخة مهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي عن طلاقها من زوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، وده من خلال منشور شاركته على انستجرام. وجاء في المنشور الشيخة مهرة على حسابها الرسمي على المنصة: الزوج العزيز، بما انك مشغول برفقة اخرين، اعلن بموجب هذا طلاقنا، فانا اطلقك وانا اطلقك. اعتني بنفسك زوجتك السابقة. ويعني هذا ان العصمة في يد مهرة. واثار منشور الشيخة مهرة تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين متابعيها، خاصة وانها لم تشير الى التفاصيل والاسباب الكاملة وراء اعلانها، واللي قررت فيه تطليقها لزوجها 3 مرات. وكشفت التفاصيل أن الزوجين ألغيا متابعة بعضهما البعض، وحذف صورهما المشتركة بما في ذلك صور زفافهم. وأعلنت الشيخة مهرة والشيخ مانع رسميا عن زواجهم في إبريل 2023، وفي مايو 2024 رزق بطفلة. ونشرت الشيخة مهرة من قبل 6 أسابيع صورتها مع ابنتها وكتبت عليها: نحن الاثنان فقط. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.